اخواتي، كيف دايرين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله حضرت مع وليداتي واحد الكراطان في الغداء، وقلت علاش لا نصوروا لكم. ساهل مع الكراطان ديال الفقراء. فيه شي حاجه اللي بسيطه، ما فيهش القلا، ما فيه حتى شي حاجه. كراطان بسيط ساهل، فيه الدنجال، فيه دنجال شرائح، فيه لا كورجيت، فيه لاصوص ديال مطيشه معها شويه د الكفته، وفيه هاد الشيفلور. الشيفلور اللي ما متوفرش عنده، انا نورمالمون كنت هاد الكراطان هذا كنديرو غير منين ما كيكونش وقت الشيفلور، كنديرو غير بالدنجال والقرعه خضراء ولا صوص ديال المطيشه، كنرافقو هكايا مع شي حاجه في الغدا، ولا كنديرو للوليدات في العشاء. انا كان عندي متوفر الشيفلور في الثلاجه، قلت علاش لا حتى هو ندخلو في هذه الوصفه، والصراحه جا زوين. كما كتشوفوا هذا هو الكراطان ديالنا، بلاتي نقطعو لكم باش تشوفوا. كيجي الصراحه زوين، انا درت ليه واحد لاصوص اللي جات زوينه بزاف، وفرماج حمر بطبيعه الحال والموتزاريلا مخلطين. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكراطان ديالنا من بعد ما قطعته لكم. كيجي شي حاجه اللي رائعه، شي حاجه اللي بنينه وزوينه بالخضره، بلا قلي بلا حتى شي حاجه. سيرتو الناس اللي كيقليو بزاف، نصيحه لوجه الله، تبعوا غير هذا الفيديو، ما عمركم ما غاديش تبقاو تقليو لا دنجال لا قرعه حتى من البطاطا فريت. راه حاطه لكم الطريقه في القناه، ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. واللي اول مره كيشاهد القناه ديالي، دخلوا ما فيها باس، ما غادي تخسروا والو، دخلوا اشتركوا فعلوا الجرس، واي حاجه كنحطها لكم في القناه راك ماشي غير كنجيو نحطها من راسي، راه كتكون عندي مجربه في داري عاد باش كنحطها لكم في القناه باش تستافدوا منها، وبلا ما نشهيكم في هذا الكراطان هذا. راه واحد الرائحه طالعه منه خطيره خطيره زوينه بزاف. بسم الله على بركة الله، غادي نبدا معكم الوصفه ديال اليوم. وقبل ما ندوزو للطريقه والمقادير، نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بالنسبه للكراطان ديال اليوم خفيف ظريف، ما كنتش غنصوروا معكم، قلت علاش لا، بما انه بمقادير بسيطه، ما فيه شي حاجه اللي كثيره اللي صعيبه. وغادي نوريكم حتى الطريقه اللي كندخل بها انا الدنجال ولا كورشيت للفران، ما كنقلي حتى شي حاجه. مع الزيت تبارك الله راه زادت وطلعت، وحنا مازال كنقصوا في القلا، وكلنا كندخلوا اي حاجه للفران. الحمد لله والشكر لله. كما كتشوفوا دابا هادو هما المقادير. عندي هنايا الشيفلور، ما كنتش غادي ندخلو في الوصفه، بما انه كاين عندي في الثلاجه موجده قلت ندخلو توا في هذه الوصفه. عندي هنا لاصوص طوماط اللي انا ديجا محضرها حاطاها لكم في القناه، ما كنشريهاش كنوجدها في داري. هنا عندي مطيشه، فلفله حمراء والثومه وطايبين، وعاد باش طحنا كلشي، زائد شويه العطريه والزيت. عندي هنا لا كورجيت منقيه، عندي هنا الدنجال، عندي هنا شويه ديال الكفته، وعندي هنا فرماج حمر وموتزاريلا، وعندي هنا الملحه والزعتر مخلطين. انا الصراحه هذه هي الطريقه اللي كنستعمل. وعندي شويه الزيت العود مع الزيت الروميه مخلطين، غادي نخلطهم. غادي نوريكم الطريقه كيف كندير انا لهذا الشيء هذا في الفران. والله الصراحه ما بقيت كنقلي، كنشري الزيت. غادي نحاول نحيد هذا الجناب. كنشري الزيت كيبقى لي شحال عاد كيتسالى، لان ما بقيتش كنقلي الفريت، وليت كندخلو للدراري في الفران. لا كورجيت حتى هي والدنجال حتى هما ما بقيت كنقلي حتى شي حاجه، كل شيء عندي في الفران. والصراحه هذاك الشيء صحي وكيجي بنين على مقلي، والقلا ما فيه حتى شي منفعه. ما حدهم هما كيعليو لينا في الاسعار، وحنا كنقصوا من هذيك شري شري شري، غير خليهم يزيدوا في الاسعار. الانسان الا كان كيضرب ليه 2 قرعات ديال الزيت في الشهر، غادي يولي يشري غير وحده. كان كيشري وحده في الشهر، غادي يولي يشري غير 2 اطرونس وهي غاده. ما الا زادوا في هذاك الشيء غادي ما يمكنش الانسان غادي يبقى يشري. واصلا الزيت ماشي صحي، لا الصحه ولا كل شيء، غير صحي. صافي هذه هي الطريقه ديال باش غادي نقطع هاد الكورجيت. كنقطعها شرائح طويله بحال ما هكا. حتى في المقلوبه اللي كنت درت معكم، راه هي في القناه، مقلوبه ديال الرز، مقلوبه تونسيه، نفس الطريقه راه كتجي رائعه مع هذاك الدنجال والبطاطا والكورجيت. كلشي كيجي في الفران نفس الطريقه اللي كنخدم بها هذا الشيء هذا.
صافي غادي نحيد هاد الدنجال هذا. غادي نوريكم كورجيت كيفاش غندير ليه. غادي نشد هاد الملحه والزعتر وغادي نرشها كامله على هاد الطريقه هذه، وغادي نشد هاد الزيت هذا بالزيت، ندير شويه زيت الزيتون مخلطه صافي، وغادي نخلط كل شيء على هاد الطريقه هذه. غادي نخلطها على هاد الطريقه هذه، واخا ما ديروهاش في الكراطان، بغيتو غير ترافقوها مع الحوت هي والدنجال والفريت، راه نفس الطريقه، ما تصدعوش راسكم مازال مع القله. وهنا راه كندير بحال قلتو معلقه مخلطه ما بين روميه وبلديه، ما بغيتوش تستغناو كاع على هذيك الروميه ما ديروهاش. دابا غادي نستف هادشي في الطاوه د الفران لان الفران راه عندي سخون، ونعاود ندوز معكم للدنجال بنفس الطريقه. بهاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا غادي ندخل هادشي للفران ونعاودوا نتلاقاو باش نستفوا تاني الدنجال. دابا نفس الطريقه حبيباتي غادي ناخذوا تاني الدنجال على هاد الطريقه. غادي نحيد ليه هاد الجنب وغادي نقطعوا شرائح ونحطوا، لان الدنجال كيف ما كتعرفوا دغيا كيتغير اللون ديالو، ما غاديش نعطل عليه الفران نقطعوه ونخليه، غادي يولي كله كحل. اللي قطعته غادي يكون عندي الفران غادي يكون عندي الفران موجود سخون. هنا الدنجال صدق فيه شويه الزريعه، من الاحسن الدنجال ما خصوش يكون فيه الزريعه، حيت انا كان عندي غير هذا الكيلو هذا ما عنديش باش نبدلو، غادي نخدم غير به. والدنجال الصراحه راه كيكون ديما متوفر عندنا، وما كنلقاو، كاين اللي كيقول لك ما عندي كيفاش ندير ولا ما كنبغيش ديك القله هذاك القلي. هذه هي الطريقه الصحيه اللي تقدروا تاكلوا بها الدنجال. هذه صدقات زوينه ما فيهاش الزريعه. هذه هي الطريقه الصحيه اللي تقدروا تاكلوا بها الدنجال وبلا قلي. عرفتي شحال هذه كنت كنقليه الصراحه، فاش كنقلي الحوت منين كان فينا داك الهواس ديال القله، كنقلي الحوت نقلي الدنجال نقلي الفريت. عرفتي منين كنت كنوصل لهاد الدنجال هذا كنسبقوه هو الاول. عرفتي شحال كان كيهز ديال الزيت، كنص المقله بالزيت نحط الدوائر الدنجال نرجع ما نلقاش هذاك الزيت كيشرب هو الزيت بزاف، العكس ديال الفران. راه غير 2 معلقات مخلطين كما قلت لكم بلديه وروميه، راه تستغناو كاع على هذاك القلا. وها انا قلتها لكم، وغادي تجربوا هذه الطريقه هذه وغادي تشكروني عليها، وغادي تنساو عليكم حتى قوه التضييع ديال الزيت، لان راه ما فيه لا منفعه كيف قلنا، لا الصحه لا حتى شي حاجه، غير كناكلو صافي. دابا يا كما قلت لكم ما غاديش نعطل عليه، خصني نلوح عليه الزيت ندخلو للفران بهذه الطريقه هذه. تا هما 2 معلقات، ما غادي نزيد ما حتى شي حاجه. غادي نشد ثاني الملحه والزعتر. كان عندكم الزعتر مطحون من الاحسن، انا كندير على الزعتر ديال الدار، ما كنبغيش هذاك الزعتر مطحون ديال الزنقه صافي. وغادي نخلط هذا الدنجال عاوتاني مزيان مزيان على هذه الطريقه، ونحاول كله يتقاس بالملحه باش يجي زوين وكيخرج منه حتى هذاك الماء اللي فيه في الفران، كيجي زوين زوين الصراحه. غادي نستف بنفس الطريقه اللي استفت فيها الكورجيت، وغادي نعاودو نتلاقاو باش نمشيو نطيبوا لاصوص عندي طايبه مع هاد الكفته هادي. هنا حبيباتي من بعد ما حطيت كلشي في الفران، دابا غادي ناخذ هاد لاصوص غادي نزيد عليها هاد الكفته هادي وغادي نخلطها مزيان هكا. ما غادي ندير لا عطريه لا حتى شي حاجه، لان عندي من السما لاصوص كلشي فيها الملحه فيها العطريه صافي. وغادي نحطها فوق العافيه حتى تغلى ليا 1 2 غليات ونحيدها. هنا عندي الموتزاريلا وفرماج حمر حكيتهم. دابا غادي ندوز نشعل هاد لاصوص وهذاك الشيء كله في الفران كيطيب. دابا كما كتشوفوا حبيباتي الدنجال ديالنا ها هو طاب كيف ما كتشوفوا، ما شارب لا زيت لا حتى شي حاجه. غادي نحاول نحيدو من هاد الطاوه باش نستفوا الكراطان ديالنا. كما كتشوفوا كيجي حسن من مقلي. ها نتوما ها هي الطريقه. دابا غادي ندوز باش نعمر معكم هاد الكراطان اللي ساهل ماهل، ما فيه لا خدمه لا تعب لا حتى شي حاجه. غادي نستف هاد الدنجال على هاد الطريقه هذه. استفوا في هاد المول، اي مول عندكم. انا هذا الصراحه كبير شويه كندير فيه الكراطان ديال لي باط ولا ديال لي باط والكفتانيت
جا شي شويه كبير ولكن ماشي مشكل. غادي ناخذ هاد لاصوص هادي وغادي نحطها، اي طبقه درتها غادي نحط عليها لاصوص. دابا غادي ناخذ هاد الشيفلور هذا، بطبيعه الحال ما يكون فيه لا ما لا حتى شي حاجه، قاطر مزيان، وغادي نحطو حتى هو على هاد الطريقه في الوسط. وهذاك الجدر ديال اللي كيكون في الشيفلور قاصح ما يمكنش ديروه في الكراطان، انا حيدته كله، خليت غير هذوك الوريضات اللي كيكونوا ديال الشيفلور. هذا راه ديروه في العشاء خفيف ظريف زوين، بلاصه هذيك القلاوته الناس اللي ما كيبغيوش الشيفلور مقلي. صافي دابا غادي نهز ثاني هاد لاصوص مع الكفته، وغادي نحط طبقه اخرى على هاد الطريقه هذه. غادي نرش دابا شويه د الفرماج، انا فرماج وموتزاريلا خلطتهم. اقتصادي هاد الكراطان، اقتصادي وصحي وزوين. انا حتى من الزيت اللي صيبت فيها هادي ما درتش الزيت الروميه كثيره، اكثريه درت البلديه، درت غير شويه ديال الروميه. على هاد الطريقه ندهن. غادي ندير هاد لاصوص هادي، غادي نكمل هاد لاكورجيط هادي اللي عندي. غادي تجي الطبقه الوسطانيه، الطبقه التحتانيه ديال الدنجال، والطبقه اللي فوق منها ديال الشيفلور، والطبقه ثاني ديال الكورجيط الوسطانيه، والطبقه الاخرى ديال الدنجال. الا ما كانش عندكم هذاك الشيفلور وما بغيتوش ديروا غير الطبقه كلها ديال سميتو ديال الطبقه ديال الا ما كانش عندكم عفوا الشيفلور، سهيت شي شويه. الا ما كانش عندكم الشيفلور دير بعدا شويه الفرماج على هاد الطريقه هذه. الا ما كانش عندكم كيف ما كتشوفوا الشيفلور، غادي ديروا كل طبقه الدنجال موراها لاصوص موراها لا كورجيط، وانتم غاديين ثاني موراها الدنجال موراها لاصوص وموراها لا كورجيط. دابا غادي نخلي هذا الدنجال هذا باش نسد به على هاد الطريقه هذه هكا. وغادي نعاود نحط هاد لاصوص هذه اللي بقات لي كلها من فوق الدنجال. كيجي هاد الدنجال شارب لاصوص مع الكفته. نشد هاد الفرماج مع الموتزاريلا وغادي نحطو من الفوق. والفران ديالي راه سخون دغيا، ما كاين لا قلا لا زيت، لا ما كاين لا قليان لا زيت لا حتى شي حاجه. خلينا لكم الزيت ديالكم وخلينا لكم كلشي ديالكم. غير شري الخضيره ديالك والزعتر والمليحه وشويه الزيت، ودخل كلشي للفران. وها الكراطان ديالنا دابا غادي ندخلو للفران ونعاود نتلاقى معكم. وها هو الكراطان ديالنا بعد ما خرجنا حبيباتي كيف ما كتشوفوا من الفران. كيجي على هذا الشكل رائع. هذا هو الكراطان ديال الفقراء. الصراحه كيجي واحد الرائحه مع داك الزعتر اللي درنا فهاديك الخضيره اللي دخلناها الفران وتخلطات مع لاصوص ديال المطيشه والكفته والفرماج احمر. ما نعاودش لكم واحد الرائحه ما شهيتكم فيها، زوينه بزاف. وهذا هو الكراطان. ونتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ودخلوا اشتركوا في القناه. راه اي وصفه مجربه عندي صادقه ناجحه 100% كنحطها لكم في القناه.